ازيكم عاملين ايه النهارده؟ انا ما كنتش ناوي اصور خالص، بس بعد الاختراع اللي لقيته في كانتري هيلز كان لازم اوريهولكم معايا. يلا بينا ندخل ونشوف احنا عملنا ايه. النهارده انا دخلت كانتري هيلز، كان معايا فاطمة بس هي ما نوتش تطلع خالص في الفيديو. فمسكت المنيو وقعدت اقلب كده، اقلب 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 لغاية لما لقيت حاجة غريبة جدا. يا جماعة، كانتري هيلز كاتب لي كده في ايتم: ما تطلبش منه غير لو انتوا فردين او كمان تلاتة. في ملحوظة مكتوبة فردين او تلاتة، والموضوع اللي قدامكوا ده بيقولوا عليه بيتزا. انا بصراحة ما شفتش كده في حياتي قبل كده، واول مرة اشوف بيتزا بالشكل ده. فناديت الويتر طبعا وقعدت وسألته ايه ده، عبارة عن ايه؟ قال لي ان دي بيتزا شيكاغو. طبعا هما كل حاجة عندهم متقسمة بشكل معين. اول حاجة لازم بس ناناونس قد ايه المكان نضيف جدا، قد ايه الديكوريشنز تحفة. انا كنت في فرع سيتي سنتر في كارفور، فرع جميل قوي، فرع سيمبل جدا. اللي قدامنا دي الماب بتاعت المنيو. جزء منها شيكاغو، جزء منها نيويورك. ويلا بينا بقى. هنا بقى الويتر الجميل ده نزل لنا بقى البيتزا. دي بيتزا يا جماعة، اللي مفكرها طاجن عكاوي، لا لا لا، دي بيتزا. بصوا هتقطع بقى دلوقتي. موضوع اللي بيحب الجبنة بسرعة دلوقتي حالا جري يلا على كانتري هيلز، ولازم تاكلوها بجد. الناس اللي بتحب الجبنة ما تفكرش. من ضمن المواصفات بتاعتها ان فيها 600 جرام جبنة. البيتزا اللي قدامكم دي 600 جرام جبنة. عارفين يعني ايه 600 جرام جبنة؟ يعني اكتر من نص كيلو. انا في الاول ما كنتش مصدق ان هي هتكفي فردين او ثلاثة زي ما هما كاتبين، بس يعني قلت اجرب. وهنا فاطمة اخدت اول سلايز، هي مصممة ما تطلعش في الفيديو ده. وهنا هو دلوقتي هيطلع لي السلايز بتاعي. بصوا بقى، عايزكم بقى تشوفوا، هو اصلا السلايز مش عايز يطلع. اتفرجوا على الجبنة. يعني انا مش عايز اقول لكم، انا بعمل فويس اوفر دلوقتي، يعني جعت اكتر، جعت تاني. بصوا الجمال، بصوا الجبنة بتقع ازاي. يعني مفيش كده. مستنيين ايه؟ جري على كانتري هيلز. الفرع ده بجد تحفة تحفة تحفة. ده شعارنا، انتوا عارفين. انا طبعا كنت قاعد قدامها، يعني ولا عايز امسك الموبايل ولا عايز اصور ولا عايز اعمل حاجة. بصوا بقى هنا بصوا الجمال. يعني انا مش عارف يعني ايه دي بيتزا بجد. دي جبنة 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 جبنة. وبصوا بقى العجينة حواليها كده، اللي على الجنب ده. انا كل ما اوري حد الصورة يقول لي لا دي مش بيتزا، ده طاجن ايه. اقول له والله بيتزا. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد مغرية قوي. وطعمها بقى في حتة تانية خالص. انا اكلت من كل الاماكن بيتزا، بس انا ما اكلتش كده قبل كده. انا في الاول كنت عايش دور الاتيكيت، وباكل بالشوكة والسكينة زي ما انتوا شايفين. ف يعني كنت مستمتع، استمتعت جدا جدا جدا. طبعا مش هقول لكم بقى ان هي سخنة وان هي جميلة وان هي بتمط وان الجبنة بتقع منها، يعني كل ده باين، مش محتاج ان انا اقوله. انا عايز اتكلم عن نظافة المكان. هي بتاخد 35 دقيقة عشان لو حد عايز يطلبها. هي بتاخد 35 دقيقة. بس طعمها حلو قوي. طبعا يعني الناس اللي بتحب الجبنة، عشاق الجبنة، على طول على كانتري هيلز. متنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناة، اشتركوا واعملوا لايك. هنا كانت اللحظة الحاسمة بقى. مسكت بقى ويلا بينا. مش قادر، مش جاية معاها شوكة وسكينة، الجبنة عمالة تقع مني وموضوع صعب. قررت تحفة 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 بجد. قررت ان انا بقى ايه، خلاص. طبعا انا سبتها، سبت التصوير وما قدرتش اصور اكتر من كده. هنا بيعملوا خصم لاي حد بيعمل لهم سيرفي 15%، وانت بتطلب المنيو. جري على كانتري هيلز، فرع سيتي سنتر. انا هروح هناك كتير، وان شاء الله نتقابل مع بعض. باي باي.